صباح الفل، صباح الجمال. اول كلمه دايما بسمعها بتحرق دمي دايما اللي هي ايه؟ كلام سهل. انا بكلمكم بقى الحماس والطاقه والسعي ومش عارف ايه، الاقي شباب زي الورد كده قاعد كده في البيت او قاعد ماسك موبايل في حته. الكلام سهل. انت حياتك اصعب مني مليون مره. شويه تاريخيه، حاجات تاريخيه كده اقولها لك. فانا سنه 2005 عملت حادثه موت. حادثه موت كانت رهيبه يعني. ايدي الشمال ورجلي الشمال اوري عمرها ما اشتغلت تاني. يوم لما دي لمست وشي تاني كنت ببكي بقى من السعاده والاحساس بقيمه كل حاجه في الحياه. قبلها بسنه كنت عملت عمليه في الاحبال الصوتيه، كان صوتي راح تماما. وكانت ترجع لي تاني نفس قصه السنه اللي فاتت. صوتي ده راس مالي، انا بعمل محاضرات ليل نهار ورش عمل، وايام كنت بعمل برامج في الاذاعه وحاجات من هذا القبيل يعني. فكانت مشكله كبيره ومستمره لغايه دلوقتي، فيها الم كل ما بتعب شويه بتف دم ومش عارف، بس الحمد لله جدا جدا جدا. عملت حادث موت تاني 2017 كان رهيب يعني. نفس الناحيه الشمال بالكامل، ما كانت اصعب بكتير. انقذوا لي معجزه برضو، عنايه مركزه وحاجات، وعدت الحمد لله، ولا زلت عايش بالالام دي على طول. فلسه 3 مرات. اول مره سنه 93 وكانت 95 يا ربي 95. الراجل كنا بنشتغل معاه، عملنا له ثروه، وكنا لسه شباب متحمس وكده، مشي في سكه غير اخلاقيه تماما، ووقفت قدامه قلت دافع عن المبادئ والاخلاق. مشاني وخد الفلوس بتاعته، بيخليه عنده مبلغ رهيب ايامها غير حياتي. فلست تماما. كان عندي بنت صغيره، حسابي في البنك وصل 200 جنيه. بعد كده 2005 فلست تاني بعد الحادث الاولاني بتاعي. كنت خلاص بقى في شغل كتير هعمله وقف تماما، وكان عندي حاجات في الاعلام وقفت. كنت بقى وشي ملخبط وجسمي كل حاجه يعني. اخر مليم في جيبي عملته عشان طلعت انا ومراتي واختي نحج. قلت لا، هنروح لربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا كل الابواب. تالت